لو معاك عربية كوبيه أو سيراتو أو اتش دي وعايز تعرف القاعدة بتاعت الموتور بتاعت عربيتك سليمة ولا لأ، دي اسمها قاعدة الزيت. هتبص على البوينت ده أو الحتة دي معناها إن القاعدة رافعة وتمام ومفيش مشكلة خالص، لدرجة إن أنت ممكن تحط صباعك في البوينت ده أو الحتة دي الدنيا تمام كده، القاعدة رافعة وتمام مفيش أي مشكلة خالص. كمان لما بتيجي تهزها هزة كده بتتهز معاك هزة فايبريشن وبترجع مكانها تاني، بتثبت بسرعة. مفيش القعده مش ناشفه كمان مش هابطه، فالقعده هنا كده سليمه. تعال اوريك بقى لو القعده بايظه بيبقى منظرها عامل ازاي. دي عربيه اتش دي، دي عربيه اتش دي. بص هنا بقى الاختلاف، هنا مش قادر احط صباعي او مفيش مساحه، القعده خلاص هبطت وقاعده على نفسها على جزء المعدن، فللاسف برضو مفيش هزه، فكل الفايبريشن بتاع الموتور منتقل للهيكل بتاع العربيه، فعامله تزنيده قويه قوي. هنا بتبقى محتاجه تتغير القاعده بتاعه الموتور دي.